بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام المهديين والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ليلة الاثنين بمصر المحروسة 21 من جمادى الآخرة 1438 20 من مارس 2017 نستهل قراءتنا لكتاب نور العيون في تلخيص سيرة النبي، في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم للإمام ابن سيد الناس رحمه الله تعالى وأحسن مثوبته، والمتوفى سنة 734 من الهجرة، دفين سفح المقطم بين يدي متعبد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها. وهذا المكان قد آوى إليه جماعة من الأولياء والصالحين وفقهم الله وكتب لهم أن يدفنوا في هذه البقعة المباركة، متعبد ستنا السيدة نفيسة بسفح المقطم، فدفن إليه جماعة من الأولياء والصالحين كثيرون. المعروف منهم الآن الحافظ ابن أبي جمرة صاحب مختصر صحيح البخاري وبهجة النفوس في شرحه، وابن سيد الناس، وابن عطاء الله السكندري، هو المنطقة تعرف به الآن والأشهر فيهم وعليه مسجد كبير، وسيدنا الإمام ابن دقيق العيد والكمال ابن الهمام. وفي لفتة سريعة قبل أن نشرع في قراءة نص الكتاب، فنلفت انتباهكم إلى أن هذه الطبقة، طبقة ابن دقيق العيد وتلاميذه ابن سيد الناس، هم المجموعة دي اللي مدفونة هناك دي، هذه هي قمة المدرسة العلمية المصرية. دول كلهم مصريين، ابن أبي جمرة، ابن سيد الناس، ابن دقيق العيد، طبعا كمال ابن الهمام يليهم بعد كده، بعدهم بحوالي قرن من الزمان، ابن عطاء الله السكندري في نفس هذه الفترة اللي هو في أوائل 700 الهجرية. وهذه طبقة من أهل العلم بلغت شأوا عظيما في تحصيل العلوم وفي إتقانها. تعتبر، يعني أنا بعتبر القرن ده هو قرن بلوغ القمة في العلوم، في نضجها وفي استوائها وفي تكاملها، وبنبتدي بعد كده يعني معدل الهبوط والنزول. كل اللي جاي بعد كده بيجي نازل. فذروة العلم في القرنين دول 700 وال800، أو 600 وال700 وال800. والمدرسة المصرية خاصة هيبقى القرن ده، مدرسة العلم المصرية خاصة هيبقى القرن ده من أفضل القرون وأقواها. وجمع خاصة عندنا في الشافعية هيبقى في مجموعة ممن بلغوا درجة الاجتهاد في مصر من الشوافع، خاصة تقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي ابنه، ابن دقيق العيد وشافعي مالكي، ابن سيد الناس، ابن أبي جمرة. هنلاقي طبعا عندنا الأسنوي، هنلاقي عندنا الأذرعي، هنلاقي عندنا ابن الرفعة، هنلاقي عندنا البلقيني وبيته، هنلاقي عندنا ابن الملقن، هنلاقي عندنا الحافظ العراقي وغيرهم بقى من أكابر العلماء. فهذه فترة من أنضج الفترات العلمية
في مصر. ونوصيكم بالحرص على قراءة مصنفاتهم وقراءة أثرهم والتضلع من علومهم. المهم ابننا أحمد فايز وفقه الله، أحمد فايز الفاتح الماليزي، من العلماء الشباب الذين تخرجوا في الأزهر الشريف واعتنوا بتحصيل العلوم وبالقراءة على الشيوخ في مصر والحمد لله رب العالمين، ثم عاد إلى بلده ليحمل أنوار العلم ويعتني بتعليم الناس، وقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ترجمة هذا الكتاب النافع إلى لغة الملايو، وهي لغة بلاد جنوب آسيا المباركة، جنوب شرق آسيا المباركة. واتفقنا معه على أن نقرأ هذا الكتاب سردا لكي تحصل لنا بركة هذا الكتاب ويحصل له بركة الاتصال بإسناد هذا الكتاب إلى مؤلفه ومنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب مني أيضا أن أكتب له مقدمة بالعربية لهذه الترجمة، نسأل الله تعالى أن يعين عليه. من اللطائف قبل ما نشرع في القراءة إن المنطقة دي أو المربع دون مربع متعبد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأمدنا بعلومها ونفعنا بها في الدنيا والآخرة، هي وسائر آل البيت الطاهرين المطهرين. المربع ده أنا ليا بيه علاقة عجيبة تتوطد مع الأيام، ويجذبني كل إمام منهم مرة بعد الأخرى دون أن أدري ودون تدبير مسبق، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر ويوفق. فابتدأنا بالعمل في حكم ابن عطاء الله السكندري، ثم اشتغلنا بمختصر ابن أبي جمرة فقرأناه مرارا، كل دول في مربع واحد الذين زاروا هذا المكان بما فيه من الأولياء وأضحتهم ومشاهدهم. وقرأت حكم ابن عطاء الله السكندري وجلسنا مرارا أنا وأخونا فضيلة الشيخ نجاح صيام نصحح المتن الذي ونقابله على عدة نسخ وعدة شروح، وهو الذي صدر بعد ذلك في الطبعة في مصر عدة مرات. ثم بعد ذلك قرأنا مختصر ابن أبي جمرة في الأزهر الشريف وفي غيره من الأماكن، وقرأناه سردا في سن الإمام الكردي، وقرأناه قراءة مقابلة، وقرأناه مع انتخاب الشرح وعمل مقدمة شرح الشيخ الشرنوبي، ولعل كثير من طلبة العلم قد حضر معنا في الأزهر الشريف في 6 أيام، وانتخبنا عليه على هذه القراءة من فوائد من شرح الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى، وأعدنا طباعة هذا الشرح النافع الماتع مع عمل دراسة وترجمة تكاد تكون الوحيدة في بابها عن الشيخ الشارح العلامة عبد المجيد الشرنوبي من أعلام مصر رحمه الله. ثم يمتد الحال إلى سيرة الأمين المأمون نور العيون، سيرة الأمين المأمون، ويجاور في مرقده البرزخي ابن سيد الناس وابن أبي جمرة يتجاوران في المكان، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بخدمة
أهل العلم في هذه البقاع. وأيضا الكمال بن الهمام كانت لي معه وقفة كبيرة عن المنهج الكلامي عنده في طروحاتي للماجستير، لأنه من أئمة الحنفية الماتريدية، وله كتابه المعروف والمشهور المسيرة في علم الكلام على طريقة السادة الماتريدية الحنفية في تقرير مسائل واعتقاد أهل السنة والجماعة. وأيضا شرعنا مع بعض الطلبة في قراءة شرح دقيق العيد، وكنت قد حققته منذ قديم، شرح دقيق العيد على مختصر على 40 النووية للإمام النووي، ربما في السبعينات، وهذه طبعة نفذت منذ قديم، ولعلي أيضا لا توجد لدي متوفرة هذه النسخة، ثم عدنا طباعتها مرة أخرى في التحفة الأزهرية لكن دون تحقيق، ونقرأه مع الطلبة. فسبحان الله لما طلب مني أخونا أحمد فايز ابننا أحمد فايز إن احنا نقرأ الكتاب وأعمل له مقدمة، فقعدت أتأمل لم أنتبه إلى هذا، إنه المربع هذا من الأولياء والعلماء جذبوني دون أن أدري، كل واحد فيهم بيجذب من ناحية لخدمة شيء من تراثه عبر السنوات. فيمكن أولهم من اهتميت به اللي هو شرح من دقيق العيد على مختصر 40 النووية للإمام النووي، ويمكن ده كان في التسعينات ولا حاجة، في أول التسعينات. ثم حكم من عطاء الله السكندري، ثم مختصر ابن أبي جمرة وشرحه الشرنوبي، ثم كمال بن الهمام والفصل الخاص به وبمنهجه الكلامي في طروحة الماجستير مناهج التصنيف في الفلسفة الإسلامية. وها هو سيدي ابن سيد الناس نقرأ له هذه السيرة العطرة التي ألفها والتي بين أيدينا الآن. ولم أنتبه إلى هذا التراكم مع هذا المربع إلا وأنا أكتب مقدمة وأسودها. الناس دي اللي عاملة معاه الواحد شغل وهو مش واخد باله. وإن شاء الله تعالى إن مد الله في الأجل هيبقى لينا مجالس نقرأ فيها شيء من مؤلفات دقيق العيد في الزاوية التي أنشئت قريبا على ضريحه بعد أن طالته يد الإهمال قرونا طويلة، فقام بعض أحفاده ببناء زاوية عليه. وإن شاء الله تعالى نرتب ونقرأ في هذا الصيف إن مد الله في الأجل ويسر وأزال الموانع نقرأ شيء من مؤلفات دقيق العيد في هذه الزاوية بإذن الله تعالى. طيب، نروي كتاب نور العيون في سيرة الأمين المأمون، والمعروف بالسيرة الصغرى، والذي اختصر مؤلفه الإمام الحافظ الكبير أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري الشهير بابن سيد الناس، والمتوفى سنة 734 من الهجرة، من سيرته الكبرى المسماة عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. والكتاب مطبوع الحمد لله من أفضل كتب السيرة. فنروي عنه من عدة طرق عن المؤلف، فنرويه عنه من طريق كل من شيخ الإسلام التاج بن السبكي، والشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي، والشيخ أبي الحسين محمد بن الحسن الفرسيسي. أما طريق شيخ الإسلام التاج بن السبكي فنرويه من طريق شيوخنا بأسانيدهم المتعددة إلى الحافظ العراقي وابن الفرات، كلاهما عن التاج السبكي عن أبي الفتح ابن سيد الناس. ومن ذلك أننا نرويه من طريق شيخ الإسلام علي جمعة
حفظه الله تعالى وأطال الله بقاءه في صحة وعافية ونفعنا به وبعلومه في الدارين. عن الشيخ العلامة إسماعيل بن عثمان زين اليمني المكي الشافعي، عن السيد محمد يحيى الأهدل، عن السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل، عن شيخ الإسلام السيد أحمد زين دحلان، عن شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي، عن شيخ الإسلام محمد بن سالم الحفني، عن الشيخ أحمد الخليفي، عن الشيخ أحمد البشبيشي، عن الشيخ علي بن عيسى الحلبي، عن الشيخ علي الزيادي، عن شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتمي، والإمام الشيخ محمد بن أحمد الرملي الشمس الرملي، والإمام العلامة المحقق الشيخ الخطيب الشربيني، جميعهم عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن الحافظ الولي أحمد بن عبد الرحيم العراقي، عن والده الحافظ زين العراقي، عن شيخ الإسلام التاج السبكي، عن الحافظ المؤلف ابن سيد الناس بالكتاب. ثانيا، وأما طريق أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك الغزي فنرويه من طريق شيوخنا عن شيوخهم بما في إجازاتهم وأثباتهم وأسانيدهم المتصلة إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني، أسانيد كثيرة ذكرنا منها المتقدم وغيره، ومنها الإسناد المتقدم وغيره، عن شيخه الشيخ الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد ابن المبارك الغزي، عن الإمام ابن سيد الناس. يبقى طريق تاني اهو عن عن الحافظ، عن أبي الفرج الغزي، عن الإمام ابن سيد الناس. وبأسانيدنا وبأسانيد مشايخنا أيضا إلى صاحب كتاب صلة الخلف بموصول السلف، وأسانيدنا إليه متعددة والحمد لله، الشيخ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن سليمان بن الفاسي ابن طاهر الغوداني السوسي المكي المتوفى سنة 1094، عن أبي محمد أحمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي الفاسي، عن الشيخ أبي عثمان سعيد بن رمي الجزائري المعروف بقدورة، عن أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري، عن الحافظ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن أحمد العاصمي الشهير بسقين، عن شيخ الإسلام زكريا والبرهان القلقشندي، عن الحافظ وعن الغوداني صاحب صلة الخلف، عن العلامة الإمام علي بن أحمد الأجهوري المالكي والشهاب الخفاجي كلاهما عن الشمس الرمل الشافعي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعن الشيخ الغوداني صاحب صلة الخلف، عن الشهاب أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي وشيخ الإسلام البرهان إبراهيم اللقاني بإجازته لعموم قطرنا. الغوداني يقصد قطر وبلده، كلاهما عن الشمس الرملي عن شيخ الإسلام زكريا وعن الغوداني أيضا صاحب صلة الخلف عن المسند المعمر محمد بن عمر الشبري الشافعي، عن النور أبي الحسن الزيادي الشافعي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وعن الغوداني صاحب صلة الخلف عن الشهاب الرملي عن الشمس الرملي، عن كل من الشيخ زكريا الأنصاري والشيخ البرهان بن أبي الشريف والشيخ عثمان الديمي والشمس السخاوي جميعا عن ابن حجر العسقلاني، ونرويه من غير طريق الحافظ من طريق شيوخنا بأسانيدهم المتعددة إلى صاحب كتاب صلة الخلف موصول السلف، عن أبي نعيم رضوان العقبي، عن أبي الحسن بن أبي المجد والجلال السيوطي كلاهما عن الشهاب أحمد بن عبد الرحمن، عن أبي الفرج الغزي عن ابن سيد الناس.
اللي الصوت عنده بيقطع. ثالثا من طريق الشيخ أبي الحسن محمد بن الحسن الفرسيسي المتوفى سنة 806، فرسيس قرية من قرى مصر. فمن طريق شيوخنا بما في إجازتهم وأثباتهم وأسنادهم المتصلة إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 عن الشيخ الحافظ أبي الحسن محمد بن الحسن الفرسيسي عن الإمام ابن سيد الناس بما في الكتاب أنه قال رحمه الله تعالى: بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وآله وصحبه الذين أحيوا سنته على طول المدى. فلما وضعت كتابي المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ممتعا في بابه مغنيا عما سواه لقاصدي هذا العلم وطلابه، رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله، ليكون للمبتدئ تبصرة وللمنتهي تذكرة. وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. فنقول: ومن الله نستمد توفيقنا، وإياه نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا. ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم: ومحمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو المتفق عليه. وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. اللي بين معكوفات دي يا أولاد بتبقى في العادة من تصرف الناشر أو المحقق الكتاب، فبيوضع ما بين معكوفات. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل، قيل ثانيه وقيل ثالثه وقيل ثاني عشره وقيل غير ذلك. وكانت قد حملت به أمه في أيام التشريق عند الجمرة الوسطى وقيل غير ذلك.
ميلاده عليه الصلاة والسلام اضطرب إيوان كسرى حتى سمع صوته، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام، وغاضت بحيرة ساوة. غاضت بمعنى نفدت ماؤها. وأرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب الهذلية، وعندها شق صدره وملئ حكمة وإيمانا بعد أن استخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وسلم. وده يبقى حادثة شق الصدر الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره أكثر من مرة. وأرضعته صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب، وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها من أبيه، فلما كبر اعتقها وزوجها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه جميعا ورضي عنا بهم. وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، وقيل وله شهران، وقيل يعني شهران بعد الولادة، وقيل 7، وقيل مات أبوه وله 28 شهرا. هنا ترتيب الأقوال هيبقى قيل دي بيستخدمها العلماء على التمريض، والأقوال مرتبة من حيث القوة والضعف في الغالب، ويبقى هنا القول الذي يصدر به بيبقى هو الراجح عند المؤلف، وما بعد ذلك بتبقى أقوال مضاعفة في العادة. لما بيستخدموا وقيل بيبقى الأقوال مرتبة من حيث القوة والضعف، وربما يكون ترتيبها من حيث الزمن، وهنا ده الواضح من ترتيبه. هو هنا هيبقى القول الراجح عنده الذي صدر به، وهنا صدر بإيه؟ وتوفي أبوه وهو حمله، يبقى ده القول الراجح عنده الذي قطع به. فده لما نحب نعبر وننقل نقول إيه؟ والذي رجحه ابن أبي جمرة في نور العيون، يبقى هو ده كده ترجيحه، أو الذي قواه أو الذي اختاره، يبقى اختياره هنا هنعرفه من القول الأول الذي صدر به، والأقوال التالية هتبقى ضعيفة. طيب، ترتيب الأقوال الظاهر من صنيعه في الكتاب أنه بيرتبها الترتيب الزمني. يعني لما نشوف هنا في ترتيب المولد رتبهم زمني، قيل ثانيه، قيل ثالثه، وقيل ثاني 10، بيرتبهم ترتيب زمني مش من حيث القوة والضعف، مع التصدير بالقول الراجح والمختار عنده. وهنا برضك حمل شهرين 7 28. طيب، وماتت أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 4 سنين صلى الله عليه وسلم، وقيل 6 سنوات. يبقى راجح عند الحافظ كده هو القول الأول اللي صدر به اللي هو ابن 4. طيب،
وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، فلما بلغ 8 سنين وشهرين و10 أيام توفي جده. وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، فلما بلغ 8 سنين وشهرين و10 أيام صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب. ولما بلغ 12 سنة وشهرين و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى رآه بحير الراهب فعرفه صلى الله عليه وسلم بصفته صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف قد ذكر بصفته وبعلامته في كتب السابقين، فجاءه وأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا موصوفا، وعند من تقدمنا معروفا. ثم قال لأبي طالب: لئن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود، فرده خوفا عليه منهم صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، فلما قدم الشام نزل تحت ظل شجرة قريبة من صومعة راهب، فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وكان ميسرة يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان من السماء أنظرهما يظلانه. شوفوا هنا سيدنا ميسرة كان لسه لم يسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كشف له من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يرى الملائكة، والملائكة إنما ترى على سبيل خرق العادة لغير المسلم أو الكرامة للمسلم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك تزوج بسيدتنا وجدتنا السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رضي عنا بها وألحقنا بها على الإيمان والعمل الصالح وخاتمة السعادة. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك تزوج بستنا السيدة خديجة بنت خويلد وعمره 25 سنة وشهران و10 أيام، وقيل غير ذلك. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما ابتعثه الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين بغار حراء، فقال: اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني
فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين 8 شهر ربيع الأول. وفيما ذكر دي من ألفاظ اللي بنسميها يا أولاد ألفاظ التمريض والتضعيف، يعني هو قول موجود وليس أمامنا غيره مثلا، أو لم يروى في الباب غيره فيذكره، وإن كان في إسناده شيء فيذكره على سبيل التضعيف له والتمريض. فيبقى ولد صلى الله عليه وسلم، عشان يوم الاثنين ده يوم بركة، ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وبعث يوم الاثنين أيضا صلى الله عليه وسلم. ثم حاصره أهل مكة في الشعب، سبحان الله، ونحن شرعنا في الكتاب نقرأه ليلة الاثنين أيضا، فهذه من الموافقات والتوفيقات، نسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما في كل لمحة ونفس. ثم حاصره أهل مكة في الشعب. الشعب ده بيكون الطريق بين جبلين، طريق منحصر بين جبلين، مش وادي، الوادي بيبقى واسع، إنما الشعب بيبقى طريق ضيق بين جبلين، فده اللي بيسموه الشعب. وممكن إن هم يبنوا فيه، ومكة كلها شعاب، ولازم نقول أهل مكة أضرب بشعابها. بطن الوادي في الكعبة وبيت الله الحرام، ثم بعد ذلك الجبال متفرعة صاعدة، وكان أهل مكة يسكنون في هذه الشعاب المتفرعة من الوادي، والتي تفضي جميعها إلى وادي مكة. ثم حاصره أهل مكة في الشعب، فأقام محصورا دون 3 سنين هو وأهل بيته، وخرج من الحصار وله 49 سنة. وبعد ذلك، يعني بعد الخروج من الشعب ورفع الحصار 8 أشهر و21 يوما، مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة بعد أبي طالب، السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، بعد أبي طالب ب3 أيام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمونه عام الحزن، يسمونه عام الحزن، ويجوز تسمية الأيام أو الأعوام ببعض الذي الأحداث المهمة التي فيها، وهذا من الجائز شرعا، كعام الفتح وعام بدر وعام أحد وعام الحزن، هذا الذي توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم وكفيله أبي طالب. ونعتقد فيه أنه مات على الإسلام كما رجحه السيوطي وغيره، وكذلك الوالدين الكريمان سيدنا عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي، وستنا السيدة آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم، وجده عبد المطلب، والذي نعتقد فيهم وفي الآباء الشريفة جميعا أنهم ماتوا على الإسلام وعلى الفطرة الحسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا خيار من خيار. ونرجح في ذلك أو نوافق في ذلك ما رجحه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في رسائله المتعددة.
الله. فكما قلنا فالراجح عندنا في الوالدين الشريفين والأباء العلي جميعا أنهم جميعا على أهل الإسلام، أو أقصى ما يقال فيهم أنهم على أهل الفطرة، كما نعتقد في أبي طالب رحمه الله أنه قد بر النبي صلى الله عليه وسلم في عند وفاته وتشهد بالشهادتين. ايه الاخبار الصوت؟ ايه اخبار الصوت؟ الله الله يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. الصوت كده ايه اخباره؟ خش نام يا محمد. هنكمل 5 دقايق. حاضر. طيب حاضر. كمل ساعة إلا ربع بس. حاضر. وبعد ذلك ب8 أشهر و21 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت ستنا السيدة خديجة رضي الله عنها بعد أبي طالب ب3 أيام. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا في الحادثة المشهورة والمروية في كتب الحديث. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت الصلاة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين أيضا ل8 خلون من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين سواء، يعني 10 سنين بالضبط، لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها في ربيع الأول يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أيضا في ربيع الأول، فأقام بها 10 سنين سواء، وتوفي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وفي بعض هذه التواريخ خلاف بين أهل النقل، ذكرنا منه ما حصرناه منها، يعني ما وقفنا عليه بالحصر في كتابنا المسمى بعيون الأثر. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبلغ المجلس الأول. يا سيدي يا رسول الله، بلغ المجلس الأول ليلة الاثنين 21 جمادى الآخرة 1438 20 مارس 2017 بمصر
المحروسة كتبه. ماشي. وغدا نكمل إن شاء الله هذا الكتاب، المجلس الثاني منه غدا بإذن الله تعالى، إن كان في الأجل بقية. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا الأسباب، وألا يحرمنا ولا يمنعنا ولا يقطعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي أوقاتنا وفي أبداننا، وأن يرزقنا العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأحبابنا ومشايخنا وأحبابهم وكل من تعلق بهم وكل من تعلق بأئمة الشرع الشريف. وارض اللهم عن سيدنا الإمام الشافعي، وعن سيدنا الإمام أبي حنيفة، وعن سيدنا الإمام مالك، وعن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، وعن سائر أئمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم، وعن أصحابهم، وارض عنا بهم يا رب العالمين، واجزهم عنا خير ما جازيت علماء أمة عن أمتهم يا رب العالمين، فإنهم قد بلغوا وأحسنوا وأتقنوا، والحقنا بهم على الإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.